تابعت الحرب. عصام الحضري عامل حاله كده بقاله ايه اللي عمله عصام الحضري؟ النهارده ضرب بعد قنبله الفطار النهارده. النهارده. النهارده عصام الحضري ضرب قنبله. انا طبعا مختلف معاه مع كامل الاحترام، انا بحب الحضري السد العالي وحارس مرمى، ما حدش يقدر يختلف على الحضري يعني. مم. بس بس هو مختلف كان رد معاه في فعل اللي كمان، عمله. يمكن رد ورد فعل. فعله تقيل قوي. ايه ده؟ ايه هو القنبله اللي فجرها دي؟ قول القنبله علاء، ايه اللي حصل؟ الكابتن احمد حسام ميدو كان طلع في برنامج اسمه بالحبل السري. كان ضيف اول حلقه في رمضان او ثاني حلقه في رمضان. طلع المذيعه سالته رايه في ايه في قرار رحيل الحضري عن منتخب عن منصبه كمدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبي. قال ان ده الحضري عادي، يعني ما حدش بيتفاجئ. الحضري ممكن يمشي ويجي، يمشي ويجي، يمشي ويجي. لكن المشكله ما كانتش عند كده. قال لك الناس متعوده على عصام الحضري يعمل اي حاجه في اي وقت والكلام ده كله. وقال لك ان الفلوس بتاثر على قرارات عصام الحضري، ودي كانت نقطه، دي كانت بدايه الشرار. يعني كانت تصريحاته كلها عاديه جدا. وقال لك ان عصام الحضري مشتت، وان في بعض الناس ممكن تضحك على عصام الحضري. يعني ده كان بدايه الضرب بين ميدو. يعني انا كنت متابع الحوار باهتمام شديد جدا. المهم رد الحضري دلوقتي. فقال لك لا، المشكله في ايه بقى؟ قال لك ان فالمذيعه بتقول له هل ممكن عصام الحضري يرجع تاني يدرب تاني منتخبات؟ قال له يرجع لو الناس اللي بتشغله، الناس اللي بتشغل عصام الحضري ترجع تدير اتحاد الكوره. وميدو كان يمتلك الشجاعه الادبيه بشكل كبير جدا. قبل ما المذيعه تقول له تقصد مين من الناس دي، قال لك هنا بريده، المهندس هنا بريده واحمد مجاهد. قال لك ان هم دول اللي بيحركوا عصام الحضري. طبعا عصام الحضري ما فوتش فرصه. جه النهارده بعد الفطار رد، كان رد قاسي جدا جدا. قنابل عصام عصام الحضري طبعا، وقعد يقول لك انا اسطوره، انا ما حدش بيمشيني، وانا العالم كله بيلف ورايا، والمنتخبات كلها يعني سوريا دي لما بتطلبني عشان انا اسطوره والكلام ده كله. لكن المشكله ان هو وجه هجوم رسالة عنيفه جدا للكابتن ميدو، وكمان دخل معاه كابتن بركات، واتهم الكابتن بركات ان هو ضلل الراي العام في قصه رحيله. وقال ان عصام الحضري فيما معناه، يعني قال ان هو وجوده كان ضد رغبه بركات من البدايه. وقال ان بركات طلع هاجمه كتير جدا في القناه بتاعته. وقال لك ان بالصدفه ان بركات وميدو هم الاثنين بيشتغلوا في قناه واحده. وقال لفظ صعب جدا، قال لك هناء وشيرين، يعني حتى قال هناء وشيرين بيحاربوني. فدي كانت قنبله عصام الحضري بعد الفطار. طبعا اكيد انا شخصيا مش موافق على الكلام ده، لكن في النهايه من حق الحضري يرد. اذا كان ميدو او الكابتن بركات باعتباره مشرف على المنتخب الاولمبي كان زي ما على روايه الحضري، يعني كان بيغلس عليه او بيغتت عليه او عايز ما كانش عايزه، او مش عايزه وعايز يمشيه. وقال الراي العام ان فيتوريا، ان اسف، ان المدير الفني المنتخب الاولمبي مش عايزه ميكالي. راح عصام الحضري قال لك ثاني يوم رحت قابلت ميكالي، مش عايزني. قال له لا، مين قال لك كده؟ لا انا عايزك وعايزك مستمر معايا، بس اتحاد الكوره هم مش عايزينك. يعني وضحت القصه كده. ده حسب روايه عصام الحضري. وكابتن بركات طلع قبل كده وقال روايه ثانيه مختلفه تماما عن اللي قاله عصام الحضري النهارده. لكن انا اللي وقفت عنده ان هو هجومه العنيف. لا كلمه هناء وشيرين يعني كبيره قوي. لا يعني ما يصحش دول نجوم كبار وناس بتقود الكره المصريه. فريده كابتن عصام، يعني ضبط النفس وضبط الاعصاب. من حقك ترد ومن حقك تعقب على التصريحات، لكن شويه بلاش التصريحات اللي ممكن تعمل ازمات اكتر. ورمضان كريم. رمضان كريم يا كابتن عصام. رمضان كريم. مين اللاعب المتوقع انه يمشوا من الزمالك؟ اسماء ممكن تمشي. يعني في اسماء، بس انا مش عايز اتكلم فيها لان في مجلس اداره اكيد هيقعد واداره فنيه هتقعد تحدد. انا اقصد الناس اللي بيشاور عليهم، يعني مثلا يعني في من الصفقات الجديده ممكن حد يمشي. طبعا اعتقد فيه يعني ما اعتقد ان سامسون ناس كتير بتتكلم على انه ما اثبتش وجوده. يطلع على الاقل اعاره. الناس بتتكلم على نضاي ان حتى الان برضه ما اثبتش. الاصابه هي اللي بعدته فتره. عبد الرحمن السيسي. عمرو السيسي. في ناس بتتكلم عن كده. في دونجا برضه ناس بتتكلم عن كده على هبوط مستواه. في اكتر من لاعب. الزناري في خط الدفاع ما اثبتش وجوده. انت فاهم؟ في اكتر من صفقه ما اثبتتش وجودها، لكن برضه بشكل عام عايز اقول لك في هبوط عام في المستوى. فده مخليك مش قادر تحكم ده يمشي فعلا او يقعد. فهي محتاجه عين خبيره، لجنه فنيه تقعد تشوف، تقيم تقييم موضوعي، وتبدا من الصفر. يعني لازم تجيب جهاز فني جديد بمجموعه جديده بشغل جديد عشان تبدا ترجع تاني. موضوع مدرب مصلحه فين؟ طيب اعتقد ان في جهاز فني اجنبي
اعتقد خلاص استقر على اجنبي مؤكد في جهاز فني اجنبي، بس ممكن يتاخر شويه يعني ما يجيش حاليا. ممكن يتاخر، فممكن يجي حد بديل مصري بس لفتره صغيره. لكن في النهايه في مدرب اجنبي هيجي قبل نهايه الموسم عشان يحضر الموسم الجديد. تمام. ده الزمالك. كفايه كده الزمالك، خلينا في حاجه تاني بقى. عايز قول انت، اقترح اي حاجه. لا انت قول. وانا المسؤول عن انت المسؤول. مش انت اللي فتحت الحبر السري؟ ايوه الحضري. ايوه خلاص بقى ورينا. انا خايف والله من الحبر السري ده، يفضل كل شويه الايام تروح ترد على بعض. انا شوف عمرو طبعا عارفين. خلينا اخر حاجه عايز اتكلم فيها موضوع كهرباء والتصريحات اللي قبل بيها في برنامج برنامج مع رامز. انت رايك ايه في التصريحات دي؟ كنت متوقع يقول لك ان انا عقدي سليم وان انا ما مضيتش ان انا. طب في تصريحات يعني في تصريحات يا بص على في تصريحات مصوره مع الكابتن سيف زاهر لكهرباء من 3 سنين، قال لك انا مضيت على بياض للزمالك وانا جددت عقدي وانا. طيب في تصريحات. طيب يعني لو مضى على البياض واتحطت شروط ما كانش متفق عليها يبقى العقد مش سليم. لما انت ده كلمه امضي على بياض دي ما سمعناش الا من النادي الاهلي، ده انتوا اللي اخترعتوها. لا ده الوفاء، ده انتوا اللي اخترعتوها. طيب امال دي تيجي عندنا يعني طب يا اخوانا انتوا سمعتوا عن لعيب؟ ده انتوا اخترعتوها طبعا، والحدث موجود. انتوا سمعتوا عن لعيب في النادي الاهلي مضى على بياض وطلع قال لك عقد مزور؟ لا او العقد مزور. هو عقد مزور. ما الشكوى هو انت ثانيه واحده بس مش هو بيقول عقد مزور يا بيه؟ ثانيه واحده. طب اذا كان الاتحاد الدولي حكم انه مش مزور والمحكمه الرياضيه حكمت كل ده ومش مصدقين ومصدقين لا انا مصدق يعني حاجه غريبه جدا. الاتحاد الدولي حكم ان لا يا عم مصدق والمحكمه الرياضيه حكمت مصدق. طب يعني نعمل ايه اكتر من كده؟ ما احنا مصدقين. الفكره مش في كده. هو اي لاعب في الدنيا بيمضي على بياض، حتى لو مضيت على بياض ودي اختراعها النادي الاهلي طبعا. انت فاهم؟ طبعا الامضاء على بياض، اي حد بيمضي على بياض بعد كده بتتكتب الشروط وبياخد نسخه من العقد. ايوه يعني اقصد لو انا مش موافق من الاول. لا بس في بعض الانديه تعالى اسمع كده. هو انا هحط لا في انديه لعيبه شرط مش موجود في عقد. لا يا اخوانا بص عشان بس نفهم الناس بس حكايه ما ينفعش الكلام ده. في عادي بيتعمل وبعد كده بيبقى في ملحق. في حاجه اسمها ملحق بيتعمل في العقود. الملاحق مع كامل احترامي الملاحق غير معتد بيها دلوقتي. لا يا باشا دلوقتي التعادل عامل فورمه. هي دي بقى. ايوه ما هو عقد الكهرباء كان فيه ملحق. لا ما فيش ملحق. ما فيش ملحق والله. والشيطان يكمن في ما فيش ملحق. اي تقريب يعني مش الفيفا حكم يا سيدي والمحكمه وبرضه مش عايزين نصدق. وانا كتبت الفيفا عمرو، انا كتبت الفيفا. انا بقول لك الواد قال عقد مزور تصريح طبيعي انه يقول. عايز اسالك سؤال. الحرامي وهو نازل بشيرت مش بيقول ربنا يستر عليا؟ امال هيقول يعني انا حرامي؟ ما لا ولا بشكل عام. انا بتكلم بشكل عام. هو الحرامي بيبقى بيسرق بعقد؟ لا بيبقى عامل عقد مع صاحب الشقه. لا موضوع الحرام ملوش دعوه بالعقد. انا بكلمك بشكل عام. طبيعي اي حد هيقول لك انا لا انا ما عملتش او عملت. لا حرام عليكم بقى بطلوا. بقول لك ايه، عدى 62 يوم على عقوبه كهرباء اللي ما اتحققتش. ما فيش عقوبه لكهرباء خلاص. عمرو يفضل يعد كده لحد ما شعره كله يقع. 62 يوم ما فيش عقوبه لكهرباء، لكن في عقوبه لشيكابالا، في عقوبه لاي لاعب في زمالك، امام عاشور، اي حد في زمالك نتعاقد. مش لجنه الانضباط في 3 دقائق بتطلع العقوبه. الوزير قال لك ايه؟ عمل لائحه جديده وقوانين جديده. فينها بقى اللائحه دي؟ انا عارف. انطبقت على مين بقى؟ ولا تنطبق على حد. لا بجد لائحه الوزير انطبقت على مين؟ طب عملها ليه ونزلها ليه بجد؟ والله يا عمرو انا بسال بجد، عايز اعرف يعني. هو عارف ايه يا عمرو اللي هو بيقول لك ايه؟ خلي بالكم بس يعني بصوا خلي بالكم بس. طب ماشي فين؟ بس خلينا بالنا يلا. فين؟ مفيش حاجه، ما هو مفيش لائحه. يعني دلوقتي هو اللائحه اللي نزلها الوزير دي مع كامل الاحترام ولائحه محترمه، واحنا طبعا كلنا يعني بنحب كده. كل اللي استفاد منها اللي استفاد من اللائحه دي الهلال السوداني راح اشتكانا بيها، اشتكى النادي الاهلي بيها باللائحه دي. قال لك الهلال السوداني مش عامل شكوى، قال لك ده الوزير منزل ان عندهم مشاكل وعندهم بتاع، راح اشتكى الاهلي باللائحه. يعني استفاد من اللائحه، احنا ما استفدناش منها. طب ماشي، في لائحه والكلام ده كامل الاحترام معالي الوزير، حاجه زي الفل. هتطبق على المهندس خالد مرتجي صديقنا العزيز، وانا صديقه وبحبه يعني. الراجل ده يعني هتطبق عليه؟ هو ايه؟ انا ما قالش حاجه. طيب. انتوا ما بتقولوش حاجه، انتوا ملايكه يا عم. واحد بيقول حقيقه. ايه هي الحقيقه بقى؟ ان الزمالك استفاد من اعتذار النادي الاهلي عن دوري ابطال افريقيا وشارك مكانه وخد واحد منهم. ايه المشكله؟ طب وده حصل اصلا؟ حصل 96 يا عمرو.
96 دي كان مين اللي بطل الدوري؟ مش الاهلي. ورحت يا حبيبي رحت مكلم يا حبيبي مره. انتوا وقفتوا سنه 94 لسنه كام؟ 2002. لا العقوبه كانت قد ايه بقى؟ 2001. لا العقوبه كانت مدتها ايه يا عمرو؟ 3 سنين. سنتين. لا 3 سنين. العقوبه سنتين. انتوا وقفتوا 3 سنين. لا بص يا عمرو، العقوبه اولا كانت 3 سنوات. الاتحاد الافريقي رجع بخلال سنتين، من 94 لحد يناير 96. لحد يناير 96 جه النادي الاهلي مدها لحد 98. كان مقاطع بطولات عربيه لحد ما كان مقاطع بطولات افريقيه. يعني ورجع. كسبت 96 زمان. لما كسب 96 ما كانش الاهلي ليه علاقه خالص بالموضوع. كان ممكن يشارك دوري ابطال افريقيا وقتها. طب ما شاركش ليه؟ حد مسكه؟ ما كنا مقاطعينها عشان طب يعني بنعمل لكم ايه؟ لا ولا حد منها حاجه. يعني ده ذنبنا احنا؟ لا يعني بس تشكرونا على الاقل. يعني نشكركم على ايه؟ طب انتوا اشكروا ماشي، احنا موافقين. اشكروا بقى بيراميدز اللي دخلكم السنه دي. انتوا دخلتوا ليه؟ ايه اللي موديكم بطوله افريقيا اصلا؟ انت ثالث الدوري تدخل افريقيا ليه؟ الحساب كان على ايه؟ على الدور الاولاني. مالنا ومال الدور الاولاني؟ اشكر بيراميدز. اشكر بيراميدز ايه؟ اللي دخلك ما دخل، انت دخلت بداله. والله ده بيراميدز خرج من كاس الرابطه يا راجل. مالنا ده موضوع يا عمرو صلى الله عليه وسلم. اشكروا بيراميدز الاول. مرحب بيهم في بلدهم طبعا. مصر دي. بس عايز اقول حاجه بمناسبه الهلال السوداني. قول. الهلال السوداني تفوق على النادي الاهلي في البيانات. شفت بقى ايه؟ استاذ بيانات، عالمي في البيانات. يعني الاهلي اللي كان مالك البيانات، لا خلاص الهلال سحب منه البساط. كل يوم بيان. نادي الهلال طبعا يعني سبحان الله. يعني نادي الهلال السوداني عمل حاجه، يعني اغرب حاجه في الدنيا، ان هو بعت شكوى للاتحاد الافريقي وللفيفا، او عايز يبعت للفيفا يقول له من النادي الاهلي حرمنا ان احنا نلعب بجمهورنا ماتش الاهلي. طب فين جمهوركم في ماتش صن داونز؟ بلاش كده. منتخب السودان بيلعب مباراه مع اوغندا في تصفيات كاس الامم الافريقيه.